يا مساء الفل على الحلوين، وحشتني جدا من اخر فيديو نزلته. يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفيديو مختلف، تجهيزات رمضان بإذن الله. 1000 جنيه بس هنجهز لحوم رمضان وشوية أفكار مختلفة كده للتوفير. معايا هنا قطعة لحمة 5 كيلو، واللحمة دي يا جماعة لحمة برازيلي، بتيجي قطعة على بعضها. القطعة 5 كيلو، الكيلو فيها على 200 جنيه. فحلوة جدا واحنا مجربينها ما شاء الله. اتمنى تجربوها وعلى ضمانتي شخصيا. بالنسبة للحمة انا طلعتها القطع على بعضها من اول ما اجت علشان اقطعها زي ما انا عاوزة واعمل اللي انا عاوزاه. ابدأ اقطعها قطع مناسبة، لا كبيرة ولا صغيرة. وهبدأ ارصها في اطباق فل زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا تزودوا او تقللوا على حسب عدد الافراد. ممكن تعملوا الطبق اقل او ممكن تعملوه اكتر، اللي يريحكم. انا مجرد افكار بديها لكم، واللي يريحكم اعملوه. بالنسبة لحتة الدهنة دي انا بظبطها على الاطباق، يعني بقطعها وكل طبق بحط حتة. ببدأ ان انا اقطع. بسم الله ما شاء الله. القطعة كبيرة بترمي معايا كمية حلوة قوي، علشان كده بحب اجيبها. ان انا اقطعها بايدي واتعامل باللحمة، اعمل اللي انا عاوزاه، بعمل كذا حاجة منها. ابدأ الحتة اللي انا اقطعها ارصها في طبق واظبط الدنيا. بسم الله ما شاء الله، عملت 6 اطباق لحمة قطع للسلق، ادخلها في اي حاجة. دي القطعة اللي كانت فاضلة بعد ال6 اطباق، وانا كنت عاوزة اعمل مفروم منها. وزي ما انتوا شايفين القطعة كده من الجوانب فيها نظام زي جلد وحتت ملبسة، فالكبة او الفرم عامة مش عاوز اي جلد فيها، علشان الجلد ما بيتفرمش في الكبة وممكن يبوظ لنا الكبة. هبدأ هنا بعد ما شفيت الجلد اللي فيها والحتة الملبسة، خلي الحتة الحمراء بس، لحمة صافي ما فيهاش اي دهون او اي. هقطعها قطع صغيرة على قد مر علشان اساعد الكبة معايا في الفرم. وهبدأ ان انا اعملها على كيسين وادخلهم الفريزر ياخدوا تشميعة سريعة، او يبدأوا ان هم يمسكوا شوية علشان لما اجي افرمهم في الكبة يتفرموا معايا بسهولة. دايما حطوها قاعدة كده، اي لحوم هتفرموها لازم تكون تلجة شوية، نص تتليجة كده، علشان تتفرم معانا بس حافظ على العمر الكبة. هبدأ ان انا اقطعها صغير زي ما انتوا شايفين كده. انا خدت حتتين حمر قوي من الطبق اللي كان في الاخر، وهضيفهم، هضيف مكانهم من الحتة اللي انا كنت عاملاها من قطعة الفرن. هبدأ اقطع القطعة دي، هي حلوة جدا من الدهن. هبدأ ان انا اقطع واوزعها برضو على الاطباق، اخلي الاطباق مشكلة، تكون فيها حتت ملبسة على حتت حمرة، من ده على ده تكون متشكلة من كله. ودي كانت اخر قطعة معايا بقطعها. هي كانت بس معصلجة معايا شوية. زي ما انتوا عارفين الجلد اللي بيبقى في اللحم ده بيبقى جامد شوية، فاهم حاجة السكينة تكون حامية معايا. ودوت كان اخر طبق بعبي فيه. ما شاء الله عملت معايا 6 اطباق. هبدأ ان انا الم الليلة دي بقى، امسح الرخامة واظبط الدنيا وافرز الاطباق دي، الفها وافرزها. هبدأ ان انا اطلع الكبة. اللحم ما فيهاش اي نسبة من الدهن خالص. الدهن اللي معايا دوت منديل، ودوت انا صراحة مش هعمل منه طرب لان المنديل ده ناشف، وانا ما بفضلش الطرب الا ما بيكون منديل ضاني، فهستخدمه في المفروم. وهبدأ برضو اقطعه صغير لانه كان متلج علشان اساعد الكبة معايا. بسم الله ما شاء الله. هنا الكبة يدوب اول فرمة التانية، وكانت اللحمة مفرومة معايا كويس جدا. بالنسبة يعني علامة فرم اللحمة تكون كويسة، او خدت الفرم المظبوط معاكي، انها تعمل كتلة في حرف الكبة كده.
زي العجينة كده. تلاقوها في ايه، في انا كنت زودت قطعة من الدهن وابتديت ان انا افرم تاني، وهتشوفوها دلوقتي بعد الفرم اول ما تطلع. وهنا انا فرمت اول كيس عنشي، ما تكونش تقيلة على الكبة معايا، والكبة تفرم براحتها والموتور بتاعها ما يسخنش. بسم الله ما شاء الله، الفرم ناعم جدا. هنا كل لحمة بحطها بضيف ليها دهن علشان اللحمة كلها حمرا. زي ما انتوا عارفين الكفتة بتحب نسبة الدهن علشان تكون طرية وجوسي كده من جوه، ما تكونش ناشفة. ممكن تستخدمي دهن ضاني، دهن صنم اللي هو بتاع الجمل، اي دهن بينفع عامة. اهم حاجة تكون نسبة الدهن حلوة في اللهم صل على سيدنا محمد. اللحمة زي ما قلت لكم تعرفوا اللحمة اتفرمت كويس لما تكتل في حرف الكبة او في جنب الكبة، وتحسوا هنا ان اللون اللهم صل على سيدنا محمد اللحمة مع الدهن، وتحسوا ان هي ابتدت اللون يفتح شوية. وهنا الكبة بتكون في الفرم غير خالص الماكينة اللي بتكون عند الجزار. يعني فرم الكبة ده بيبقى انعم، او تحسوا ان هو الكبة بتكون حامية على اللحمة بالدهن غير الماكينة. هنا بعد ما خلصت الكمية كلها وما استخدمتش الكيسين كاملين، الكيس التاني استخدمت نص بس الصراحة، وقلت هعينه لو احتجت فرم تاني في نص رمضان فرمه، لو ما احتجتش هبقى استخدمه في اي وصفة تانية. وهنا حطيت كمية اكتر من نص كمية المفروم، وعينت الباقي علشان هعمله هحتاجه في العصاق. نزلت باربع بصلات كبار في الكبة، على قرن فلفل حامي، على واحد احمر بارد، وفرمتهم كويس جدا وصفتهم كويس جدا في المصفى علشان اطلع اي نسبة سوائل منهم، وما يكونش فيها سوائل خالص علشان الكفتة ما تفكش مننا سوا واحنا بنصبحها او احنا بنسويها. وعايزه اقول لكم انا بسويها على البوتاجاز من فوق وبعد ما بتخلص بعملها بحط لها حته فحمه تاخد طعم الفحم وريحه الفحم، فمش بتحتاج معايا الفرن خالص. وان شاء الله هبقى اصورها لكم علشان اوريكم لا بتفك ولا بيحصل لها اي حاجه. هبدأ لازم اللحمة دي تتعجن كويس جدا، ممكن بايديكم ممكن في الكبة. انا الصراحة استسهلت وحطيتها في الكبة فرمة بسيطة، وكانت العجينة معانا عجينة اللحمة، يعني احنا بنسميها عجينة عشان هي لازم تتعجن كويس قوي، ويبقى ليها زي نظام عرق خفيف كده علشان تمسك معانا. زي ما انتوا شايفين طرية جدا زي العجينة. ممكن تصبعيها بصوابعك كده او بين ايديكي، وممكن على حرف المعلقة او على المقوار او على مسن السكاكين، او لو عندك السيخ بتاع الكفتة. انا هعمله على المقوار. هعمل معاكم اول صباعين كفتة والباقي هكمله مع نفسي علشان الصراحة ما انتش قادرة اقف. جهزت هنا المقوار وهبدأ ان انا اصبع عليه الكفتة وارص بقى في الاطباق على طول علشان ادخلها الفريزر. انا هطبع بيها يعني كل فين وفين كده، هحط على ما تلزقش. وهنا الكفتة دي خلطة الكفتة اللي احنا عملناها دي ممكن تستخدموها مش كفتة حاتي بس، تستخدم داوود باشا، تستخدموها في اي حاجة تانية هتمشي معاكم مش هتقول لا برضو. هبدأ نصبع بالراحة كده على المقوار. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله بتتصبع معايا بكل سهولة، ما بتفكش خالص وسلسة كده في ايدي وحلوة. هبدأ ان انا اظبطها كده بايدي ما بين ايديا كده وارص في الطبق. هعمل معاكم كمان صباع ان انا اوريها لكم، وهكمل انا باقي الكمية. ممكن تكبروا حجم صباع الكفتة او تصغروا على حسب ما انتوا عايزين، بس دايما اعملوا حسابكم ان الكفتة بعد ما بتستوي بتكش شوية،
فبنكبرها شوية علشان لما تيجي تكش تبقى اخدة الحجم المطلوب. في ناس بتحبها اكبر من كده وناس اصغر، فعموما دي كلها اذواق، اللي انتوا حابينه اعملوه. دوت الصباع التاني هبدأ ان انا اصبع كده وبتطلع بكل سهولة من المقور. بظهر السكينة بظبطها بين ايديا، وبظهر السكينة هبدأ اعمل فيها نظام زي شكل كده تديني شكل حلو كده وهي مرصوصة في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اعمل الكمية دي كلها بقى مع نفسي. هعمل كفتة حاتي وكفتة داوود باشا وارجع معاكم تاني بعد ما اخلص. وهنا بعد ما خلصت الكمية بسم الله ما شاء الله عملت 6 اطباق من الكفتة و2 المفروم. وهنا كانت الكمية حلوة قوي، اللهم بارك، نطرت معايا كمية حلوة، حلوة جدا في التوفير، وما شاء الله ريحة الكفتة كانت جميلة. وانا الطريقة دي معتمداها في اي كفتة منها الصراحة. اتمنى تجربوها وعلى ضمانتي، واتمنى تدعولي دعوة حلوة من قلوبكم. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وربنا يعدها عليكم باليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.